احلى واطعم واخف عجه مصريه ممكن تدوها هي عجتي. لو اول مره تشوفوني، انا دكتوره سهى، اتمنى تشتركوا في القناه وتعملوا لي لايك وشير. في حله على النار هننزل ب4-5 معالق كبيره من الزيت، وهننزل عليهم بصلتين كبار متقطعين مكعبات، وهنقلب البصل مع الزيت كويس جدا لحد ما البصل يدبل. هننزل عليه ب3 طماطمات متقطعة مكعبات ونقلبهم كويس قوي مع بعض لحد ما الطماطم تنزل ميتها وتشربها ويكون ده قوامها. هننزل عليهم ب5 معالق كبيرة من الدقيق. أنا هستخدم 5 بيضات، بستخدم لكل بيضة معلقة واحدة من الدقيق في العجة، وهقلب الدقيق كويس قوي مع خليط البصل والطماطم لحد ما يكون ده قوامه وشكله. هنزل بالخضرة بتاعتي، بقدونس وكزبرة متقطعين صغير وشبت، وهقلب الخضرة كويس جدا مع الخليط. وبكده خليط العجة بتاعي يكون خلص. في الصينية بتاعتي هنزل ب5 بيضات بتاعتي، انزل عليهم بالملح والفلفل. انا ما بحطش اي بهارات تانية على العجة غير الملح والفلفل عشان ما اضيعش طعمها. وهحط ربع كوباية لبن، بيدي طعم جميل للعجة وبيخلي فيها طرارة. وهخفقهم كويس جدا، هخفق الخليط ده كله مع بعض كويس قوي. ولما انتهي من خفقه هنزل عليه بالخليط اللي انا عملته بتاع البصل والطماطم والخضرة بعد ما سبته يبرد، وهخلطه كويس جدا بخليط البيض والملح والفلفل والحليب. ولما يختلط كويس جدا هنزل عليه بمعلقة صغيرة من البيكنج باودر واقلبها كويس جدا مع الخليط عشان اتأكد انها اتوزعت كويس جدا فيه. وهسوي الصينية بتاعتي وادخلها الفرن سبق تسخينه 170 درجة لحد ما وشها يحمر بالشكل الجميل ده. انا بحب اقطعها مربعات صغيرة. هبدأ ارصها في طبق التقديم بتاعي. مش قادرة اقول لكم قد ايه ريحتها جميلة وقد ايه هي خفيفة ومش تقيلة ابدا على المعدة. ودي كانت عجتي او طريقتي في العجة المصرية. اتمنى لو عجبتكم الوصفة تنفذوها وتكتبوا لي رأيكم واسئلتكم في التعليقات، لانها فعلا مختلفة عن اي عجة تانية هتدوقوها. وبالهنا.